حبايبي الحلوين، بناء على طلب من متابع عزيز عاوز مسقعة باللحمة المفرومة. هنعمل النهاردة الطاجن الجميل اللي انتوا شايفينه ده، مسقعة باللحمة المفرومة وعلى الوشها موتزاريلا في الفرن. طاجن رائع جدا هيعجبكم. يلا نشوف هنعمل ايه. كيلو بتنجان رومي حجم متوسط، وهنقطعه زي ما انتوا شايفين ونقعه بشوية ملح، وهنبدأ نقليه. اللي مش عايز يقليه في الزيت ممكن نعمله في الاير فراير او في الفرن، بس ده الطريقة اللي احنا بنحبها دايما، المقلي في الزيت. هنضيف معلقة نشا للزيت علشان يتحمر وما يشربش زيت خالص. انا مش عايزاه لونه غامق، انا عايزة بس يستوي. بعد كده هبدأ اعصج اللحمة، ربع كيلو لحمة مفرومة، وهنزل عليها بمعلقة سمنة واشوحها الاول على النار. وبعد كده احط عليها توابل بابريكا وشوية ملح فلفل اسود وتوابل لحمة، واديها تشويحة مع بعضها. بعد كده انزل ببصلاية متوسطة متقطعة ناعم، ياخدوا التشويحة سوا. انزل عليها بفصين 3 توم. هنا بقى الريحة راحت في مكان تاني خالص، ريحة رائعة. واضيف معلقتين صلصة ونص معلقة سكر طبعا طالما حطيت الصلصة، واقلب كل ده مع بعضه واشم الريحة الجميلة بقى. وانزل عليها بحوالي كوباية طماطم، عصير طماطم. كده هي هنا اتسبكت، شايفين لونها وشكلها رائع. البتنجان بقى اللي اتقلى كله هبدأ اقطعه صغير كده. هو ده الفكرة، ان انا مش هشوف البتنجان سليم، عايزه كله ناعم وهيتحط. واضيف كوباية مية مغلية، واحط كل البتنجان مع الصوص الجميل ده يشرب مع بعضيه كده وياخد من طعم. وهنا انا ضفت قرنين فلفل مقليين كمان. بعد كده هدخلها على فرن حوالي درجة حرارة 200 في الطاجن كده جميل، وادخلها تاخد وش بس وتاخد تسبيكة حلوة كده في الفرن، وتطلع بقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، مع شوية رز بشعرية مع عيش بألف هنا.